السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل، يا مساء الكشري المصري الجميل. اكيد احنا من اول الشهر واحنا عمالين نعمل ابداعات بقى واشكال والوان، يعني الله يتقبل يا رب وتكون بالصحة والهنا كده. بس يلا بينا بقى نخشن شوية النهاردة، نعمل كشري، الكشري المصري، بس ده كشري مصري متعلم برا. يعني انت هتعمليه بشكل جديد وبطريقة جديدة، شكل جديد كده مختلف عن كل الاشكال اللي عملناها قبل كده، وطريقة جديدة عشان احنا هنعمله في كشري الحلة الواحدة، من غير ما تتعبي نفسك وتعملي كأكتر من حلة على البوتاجاز ومواعين كتير وشغل كتير، كله في حلة واحدة، وبيطلع طعمه احلى بمليون مرة من الكشري التاني. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يلا ما تنسيش كده تشتركي في القناة واللايك، ونقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة هنعملها هنقشر حوالي نص كيلو بصل كده ونقطعه شرايح ونتبله بالملح والخل. وبعد كده هنزل بيه في الحلة اللي انا هعمل فيها الكشري. هحمر البصل اول حاجه، لان انا اكتر حاجه بستفاد بيها الزيت، بيبقى واخد طعم البصل، بيخلي الكشري في حته تانية خالص. بعد البصله بتاعتنا ما تحمر هنطلعها كده ونصفيها من الزيت، ونشيلها على مناديل كلينكس بره على جنب، لحد ما نحتاجها ساعه التقديم. بس هناخد الزيت بقى اللي احنا حمرنا في البصل ده وفي طعم البصل، هنزوده شوية زبدة او سمنة او زيت، ونستخدمه بقى في كل حاجاتنا اللي احنا هنعمل بقى الكشري. اول حاجة هبدأ بيها في الحلة، في نفس الحلة هبدأ بنص كوبايتين شعرية، احمرهم في الزيت لحد ما يبقى لونهم بني فاتح كده. يعني ما سيبهمش لونهم ابيض، لان لو سبتهم لونهم ابيض برضو مش هيتحمروا، بس ياخدوا اللون اللي قدامنا ده. وانزل بنص كيلو مكرونه حب، افضل اقلبها برضو واشوحها لحد ما تاخد اللون البينك الفاتح ده. وبعد كده بغسل كوبايتين رز وانزل بيهم برضو، كل حاجاتنا هفضل انزل بيها حاجه ورا التانية واشوحها واقلب. قلبي يا ست الكل لحد ما كل الحاجات اللي معاكي تتغلف بالزبدة والزيت وتاخد لون كده حلو، وتبقى بعد الطياب من كتر التشويح ده بتبقى مفرفرة كلها وجميل. ودي كوباية ونص عدس منقوع ليه ساعتين، عشان انا مش بسلقه، يعني بنقعه في المية كده ساعتين او 3 او حتى ساعة واحدة مش بيفرق، المهم ان يتنقع في المية شوية واشوحه كده مع المكونات بتاعتنا ديت. بس خلاص بيبقى طيب وزي الفل. تمام كده. المكرونه بقى الاسباجيتي مش بشوحها، انا بكسرها كده وارصها على وش الخليط والمكونات بتاعتنا دي كلها، وانزل بيهم بالميه المغليه، انزل عليها بالميه المغليه. بس طبعا بتعوز تقليب كل شويه عشان ما تلزقش في بعضها. وانزل بالتوابل بتاعتنا اللي هتتحط على الخليط ده كله، كمون وملح وفلفل. بس اهم حاجه الميه بتاعتك تكون مغليه عشان تبدا في عمليه الغليان على طول، وتبدا في عمليه السوا على طول، ما تعجنش. واهم حاجه المكرونه السباكيتي اللي على الوش ديت افضل اقلبها من وقت للتاني عشان ما بتلزق في بعضها. طيب في حله تانية، الحله اللي هنعمل فيها الصلصه، انا بعمل صلصه بالثوم بس مش بالبصل، لان انا لقيت الثوم بيبقى صلصه الثوم طعمها احلى بكتير من صلصه البصل. وفي النهايه دي بقى رغبتك، يعني كل واحد بيعمل الصلصه اللي بيحبها. بس بشوح معلقه توم كبيره مليانه في جزء من الزيت اللي احنا كنا محمرين فيه البصل، وانزل عليها بشفشق طماطم، شفشق الا ربع كده يعني، عشان متبقاش طماطمها كتير. بس اهم حاجه ان احنا نكتر التوم، لان كل ما كترنا التوم كل ما كانت الصلصه طعمها قوي وطعمها احلى. بس انزلي بقى بالطماطم كلها او حسب الكميه اللي انت عايزاها، وبنركنها ونسيبها تتسبك ونركنها على جنب. يبقى احنا كده معانا خليط المكونات الكشري كلها بتستوي في حله، والصلصه في حله. مستخدمناش مواعين كتير، ولا كركبنا المطبخ، ولا عملنا اي حاجه. بس في طاسه تانية صغيره كوبايه ميه ونص كوبايه خل، وبنعمل الدقه اللي هي الحراقه، لو انت حابه تكون حراقه يعني. بس بنزل معلقه توم، نص معلقه توم مفرومه تتسلق كده في الميه، معلقه شطه،
وفلفل وكمون وملح وعصرة ليمون لو كان عندك. سيبها تغلي غلوتين وطفي عليها وخلاص كده. الحمد لله الكشري بتاعنا خلاص في نص ساعة. دي الصلصة اهي، بعد ما سبكت باخد منها مغرفة واحطها على الدقة تديها لون. بسيبها تغلي بس ما تغليش كتير، بس يا دوب تغلي كده لحد ما التوم احس انه استوى شويه، واشيلها من على النار واحطها في بول. كده الصلصه السمك بتاعها كويس والكشري استوى اهوت. مع احنا يعني قلبناه كل شويه لحد ما كل المكرونه اللي على الوش دي كانت مفرفره. يلا بقى احنا هنعمل طريقه التقديم بتاعتنا ديت، يعني طريقه جديده شويه ومش صعبة ولا حاجة، واختلاف في الشكل واختلاف في الطعم، وصدقيني بيبقى طعمه روعة روعة. يعني ما تجربيه مش هتعملي غيره، لان الكشري التاني اللي هو كل حاجة لوحدها ده عذاب وبياخد مواعين كتير، وفي النهاية بتلاقي نفسك وسطك اتكسر من كتر غسيل المواعين. يلا عبيه في بولة كده او في طبق غويط كده شوية، واعملي نفس الخطوات ديت وهو بتفرق في الشكل بس مش اكتر يعني الطريقة ديت. اما الطعم برضو بطريقة الحالة الواحدة بيبقى احلى بكتير من الطريقة التانية. دي طريقة اعمليه انت بالشكل اللي يعجبك بس. دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة. ودايما هنذكر بعض سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. قدمي الكشري بتاعك وبألف صحة وهنا. وخلصنا كده الوصفة بتاعتنا. يا ريت بقى اذا عجبك الفيديو لايك وشير واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.